حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض البلح الشام زي بتاع بره وانضف واحلى، ومفيش اسهل منه. اليوم ما تبقى عايز تاكلي حاجة كده حلوة تقومي تعملي في 5 دقايق على طول. يلا مع بعض نشوف الطريقة عاملة ازاي. هنا اول هنعمل الشربات. ده كيلو سكر. ده الشربات مش البلح الشام دوت، تحطيه في التلاجة عندك. بلح الشام، كنافة، اي حاجة من اللي بتتقلي تحطي فيها جاهزة. كيلو سكر عليهم، كيلو سكر يبقى 5 كوبايات سكر، عليهم 2.5 كوبايات ميه. هسيبهم يغلوا كده على نار هاديه، ما نقلبش خالص عشان ما يسكرش منك. ده بقى عندي زعفران، ده اختياري، بس الزعفران ده بيدي طعم حلو قوي للعسل، بيخليه كده حاجه فخمه كده. تمام خلاص كده. اول ما يغلي غلوتين اروح ضايفه الليمون. تمام خلاص كده، ونسيبه يبرد على جنب لحد ما نعمل المكرونات بتاعتنا. هنا 2 كوبايات دقيق، عليهم ربع كوباية من دقيق السميد، على معلقة سكر ومعلقة خميرة صغيرة. تمام. هقلب بقى كده المكونات الجافة دي مع بعض. انزلكوا برضو المقادير في صندوق الوصف. 2 كوبايات دقيق، عليهم ربع كوباية دقيق سميد، على معلقة سكر ومعلقة صغيرة خميرة. ده ربع كوباية من الزيت. تمام. هقلب بقى كده المكونات دي في الزيت لحد ما تبقى عاملة زي الرملة المبلولة. ننزل بقى بالمية الدافية بتاعتنا، مية فترة كده عشان تنشط الخميرة سنة بسيطة. اول حاجة البلح الشام ما بيتخمرش خالص، بس بنسيبه يريح مطرح العجن، يريح بس 5 دقايق عشان نعرف نشكل الصوابع، لكن ما بيتخمرش. ونعجن بقى. اهم حاجة اي عجين معاكي كل ما تعجنيه كويس كل ما تاخدي منه نتيجة حلوة قوي. بص ملمس العجينة هي بتبقى، بص، ما بتلزقش في الايد، جامدة شوية بس برضو فيها ايه طراوة سنة كده. بصوا، تحطي ايدك بتبصم حاجة بسيطة. هنسيبها بقى تستريح 10 دقايق. خلاص كده استريحت معانا. هحطها بقى كده عندي على رخامة واقعد اصبع زي صوابع الكفتة كده، نصبع كل الكمية بتاعتك مرة واحدة. بلح الشام ده مفيش اسهل منه على فكرة نهائي، على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. بلح الشام بس كل ما يبقى كان معاكي اصغر كل ما يبقى معاكي احلى ومقرمش. دي بقى عندي كده مصفى، البتاع اللي بطلع بيها البطاطس، بتاعت الكحك، البصمة بتاعت الكحك. تحطي كده واحدة بصوا كده، هو سهل قوي. يعني بصي انا عشان متعودة عليه وبحطها كده خلاص اتعمل، لكن انت ممكن تبططيها وتروحي شد. هنا بقى زيت على نار متوسطة، نبتدي نحط الايه البلح بتاعنا، ونحطه على الناحية اللي هي المفتوحة، بننزل بيها كده. نحط الكمية بتاعتنا كلها اللي هي على قد ما الطاسة تاخد. تمام. ايه، ونقعد بقى اول ما يبتدي يرفع شوية من على الوش كده، يعوم على الوش، نبتدي نقلب. ما نسيبش بقى هنا التقليب، ليه؟ لان هتلاقيه بقى ياخد معاكي حتة يمين وحتة شمال ملونة، ميبقاش كله لون واحد. فاحنا عايزين نقلب حاجة حاجة، ايدك فيه. بس طول ما نشوفها كده ايدك فيه بقى خلاص كده، عشان كله ياخد لون واحد. النار تبقى متوسطة عشان ما يتحرقش من بره وتلاقيه من جوه ني وعجينة معاكي. لسه برضه مش هتطلعيه باللون، لو طلعتيه باللون ده او مسافة ما تحطيه في الشربات بيفتح معاكي درجة درجتين 3 كمان. طلعيه غامق سنة بسيطة. بصوا كده كده خلاص كده الدرجة المظبوطة جدا لبلح الشام. بصوا اهو كده. ما بتحطوش بقى في الشربات على طول، بتسيبيه بس يهدى شوية عشان يبقى مقرمش معاكي. عايزاه طري على طول من السخن على الشربات التقيل البارد، من السخن على طول كده. بصي الشربات اهو خلص معانا. نحط البرطمان ماشي، والباقي ناخده ونحط فيه اللي هنعمل بيه البلح. تحطي بقى عندك في التلاجة لاي حاجة عندك يبقى جاهز على طول تطلعي وتعملي. حطي اهو. تعملوا اللايك والشير، دوسوا لايك ونقلب. بصي ايد انا بقلب، وعمر هنا ايه بيحط البلح في العسل. تمام.
اهم حاجه تسيبيه في العسل مثلا بتاع حوالي 5 دقايق كده. لو انت عايزه سكره مظبوط، عايزه سكره تقيل يعني يجزع نفسك ويقرفك في عيشتك زودي عليه في الشربات. بس احنا مش بنقلبه حبه كده وبنروح شايله على طول عشان نحب ان السكر بتاعه يبقى خفيف. بس كده اهو، كده شرب العسل بتاعه مظبوط. هطلعه بقى على مصفى تحتها طبق عشان اي زياده من العسل تنزل في قلبها. خلاص كده. بصوا بقى، اتفرجوا على الجمال والحلاوه بتاعت بلح الشام. متنسوش بقى تعملوا شير وسبسكرايب للقناه وحطوا لايك وانتظروا مني كل جديد. باي باي.